ليه كل مرة بنرجع لنفس الشخص القديم في العلاقة؟ ليه كل مرة بقول ما يمكن اتغير؟ طب أنا عايزة أديله فرصة كمان. طب ما يمكن حاجة جديدة تكون اختلفت. لا بس أصل هو طيب. لا بس أصل هي حنينة. لا بس أصل إن شاء الله لما نجرب تاني الموضوع هيبقى فارق. ليه المبرر وليه بنعمل كده؟ وهي دي أصل الحدوتة اللي أنا عايزة أكلمكم فيها. نرجع تاني للطفولة ونقول بابا اللي جاي من السفر ولسه مش عارفين هيجي امتى، أو لماما اللي مشغولة طول الوقت، أو لأن أنا محتاج أتشاف، أو برضو لسه مستني أحتاج أتسمع، أو محتاج حد برضو يهتم بيا. كل ده لما بتعرض له بيديني حاجة اسمها دايرة مفتوحة، كأنه فايل مفتوح ومش عارف اقفله. وهي دي اللحظه اللي بنقول عليها هو انت مستني ايه بالظبط؟ انا مستني ايه الاحساس اللي انا مستنيه؟ وهو ده اللي احنا بنقول عليه ما وراء الانتظار. في علم الفاميلي كونستليشن او علم النظام العائلي بنقول عليها حاجه اسمها unfinished business، يعني حاجه اتفتحت ومش عارف اقفلها، والحاجه دي مكمله معايا مراحل عمري كلها، فبفضل قاعد مستنيها على امل. على امل دي هي دي الكلمة اللي احنا دايما بنقول عليها اللي انت بتدور عليها، على امل انه يتغير، على امل العلاقة تتجدد، على امل ان الشخصية تتطور او يحصل جديد. الامل ان المرة دي القصة تخلص بشكل مختلف. كل مرة بدور فيها على الامل، كل مرة بقول ان انا جوايا فيها جرح من الطفولة محتاج ان انا اقفله، واقفل الدايرة دي خالص عشان اعرف ازاي ارجع لنفسي الامل. وهو ده اللي بنعمله في جلسات الفاميلي كونسليشن، عشان اعرف احس بالاحاسيس في مكانها الصحيح من الاشخاص الصحيحة. لازم ارجع لايه اللي حصل بالظبط في الطفولة، ومن هنا اقدر اعالجه. لان ببساطة استحالة الشخص اللي هو جرح مرة واتنين وتلاتة ويقرب ويختفي ويبعد ويرجع يظهر ويرجع يوجعني تاني ويرجع يبعد وارجع استناه او انتظره، مش هو ده نفس الشخص اللي هيعرف يعالجك، او هو دي الشخصية اللي هتقدري تكملي معاها. لان العلاج الحقيقي هيبدأ من عندك انت، من جوه، من اللحظة اللي اتوجعتي فيها من الطفولة، من اللحظة اللي استنيتي فيها حاجة كان نفسك فيها وما جاتش. عشان كده في الجلسة دي هندخل مع بعض وهنتكلم أكتر في صدمات الطفولة لحد ما نوصل هي فين لحظة الأمل اللي أنا استنيتها من سنين كتير قوي ولسه لحد دلوقتي عمالة أدور عليها من تاني. وده هيودينا في الفيديو اللي بعده وهنعرف أكتر يا ترى ليه طول الوقت بنجري ورا العلاقة اللي مش عايزانا، يا ترى ليه طول الوقت بنجري ورا الشخصية اللي رفضانا. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله من سلسلة العلاقات.